نتائج النهائيه وربنا يستر ان شاء الله. يعني الموقف الان استاذه شيماء، يعني الموقف الان يعني هل في يعني ما زالت المناوشات مستمره ما زالت؟ لا، الموقف اصبح اكثر هدوءا الان، وسيارات الاسعاف تجوب البلاد، تجوب المحافظه كلها من شوارعها ومستشفيات. رفعت درجه الطوارئ للقصوى، ويعني في بدا يبقى يعني بيحاولوا ان التواجد الامني. تبادلوا السباق مما اسفر عن ترشق الحجاره الذي ادى الى تزايد في الازمه تماما. الجماهير من الطرفين، مش هقدر اقول لحضرتك جماهير المصري او جماهير الاهلي، هو يعني حصل ترشق بالحجاره وسباب ادى الى استغلال الموقف. يعني اين كان الامن يعني استاذه شيماء؟ حضرتك عارف طبعا ان اعداد الجماهير غفيره، وسيارات الاسعاف لسه حوالين الاستاد لحد دلوقتي بتقوم بنقل المصابين، بس يعني للاسف فلت يعني حصل سوء سيطره امنيه على الموقف، لان بسبب اعداد الجماهير، والوضع كان عنيف جدا مما اثر على هذه الاصابات والوفيات. يعني ردود فعل المسؤولين وانت تتواجدين في موقع الحدث؟ عايزه اقول لك ان في استنفار امني، ورفعت درجه الطوارئ للقصوى في المستشفيات وفي مديريه الامن، وسيارات الاسعاف تجوب كافه احياء المحافظه، واحنا بنتابع اول باول حتى يعني، وان شاء الله هيتم السيطره على الموقف. جنود الامن المركزي منتشرين حوالين الاستاد، وعربيات الامن المركزي منتشره، وسيارات الاسعاف تتجول في شوارع المحافظه، وبتحاول ضبط الموقف. ان شاء الله هيتم السيطره عليه ان شاء الله. حالة المصابين، يعني هل لديك أي معلومات عن حالة المصابين؟ حالة المصابين يا إما ترشق بالحجارة أو اختناق نتيجة الألعاب النارية التي انطلقت في النهاية، وترشقات بالحجارة، وترشقات في الرأس أغلب حاجة. عشان كده مش قادرة أقول لحضرتك إن 7 جثث ده عدد نهائي، ربما يكون في حالات خطيرة يؤدي إلى زيادة أعداد الجثث. أستاذة شيماء، هل لديك معلومات عن وجود الجهاز الفني اللاعبين لكلا الفريقين بعد هذه الأحداث؟ لا، تم تأمين الجهاز الفني تماما، والجهاز الفني للأهلي أعتقد أنه هو بخير، والجهاز الفني المصري بخير. هي المشكلة في الجماهير اللي حصل بينها ترشق في الحجارة. يعني هناك أنباء عن انسحاب النادي الأهلي من الدوري، هل لديك معلومات عن هذه النقطة؟ لم يتم حتى الآن تأكيد أي معلومات، يعني حتى الأعداد الإصابات بقول لحضرتك هي إما في تزايد، وأعداد الجثث في تزايد، ويعني مش هقدر أجزم بأن الموقف انتهى، ومش هقدر أجزم بأن الموقف مش هيبقى فيه تطورات. احنا هنتابع أول بأول وهنقل لحضراتكم أولا بأول. يعني هل التقيت مع أي مسؤول من كلا الفريقين، من النادي الأهلي من النادي المصري؟ والله في ظل هذه الظروف صعب جدا انك ترى اي مسؤول للنادي الاهلي لما الجهاز الفني بتاعه واللعيبه وانتقل الى المقر بتاعه، يعني تمهيدا للرحيل. وطبعا هم خايفين على اللعيبه جدا، فحتى الحوارات الصحفيه او التواصل بيبقى صعب معاهم جدا دلوقتي. وكذلك النادي المصري انسحب تماما من الموقف حتى لا يزدادوا تأزم، يعني لان تواجد اللعيبه او الجهاز الفني بيزيد الموقف اشتعالا. يعني تتحدثين عن أن سيارات الأسعاف تجوب كل ربوع المحافظة، يعني هل امتدت هذه الاشتباكات إلى خارج نطاق منطقة المباراة؟ حتى الآن لم تمتد الاشتباكات إلى خارج، لم تمتد الاشتباكات إلى خارج منطقة المباراة. بس أنا بقول لحضرتك إن وجود جثث في حد ذاته هيخلي الموقف يتصاعد من أهالي المصابين أو أهالي الوفيات. هو ده اللي احنا ما بنتمناهوش، بس يعني ما نقدرش نجزم بأن الموقف انتهى لحد كده. ولكن أحوال المباراة بصفة عامة كانت تسير بشكل طبيعي قبل بداية هذه الاشتباكات. أو بقول لحضرتك هي الاشتباكات بدأت لما بدأ القذف والسب الجماهير بين النادي الأهلي والنادي المصري. طبعا لما المصري فاز بدأ الجماهير بالسباق ورد عليهم النادي الأهلي، وبدأوا بترشق الحجار مما أدى إلى انفلات الموقف تماما. الأستاذة شيماء فراج مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط من بورسعيد، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كنا نتابع مع حضراتكم وما زلنا نتابع مع حضراتكم هذه الأحداث التي وقعت منذ قليل بين جماهير النادي الأهلي وجماهير النادي المصري في بورسعيد عقب المباراة التي جمعت الفريقين، والتي انتهت بفوز النادي المصري ب3 أهداف مقابل هدف للنادي الأهلي. عقب نهاية المباراة تبادلت الجماهير في كلا الفريقين
القصف بالحجارة، مما تسبب حتى الآن حسب المعلومات الواردة إلينا عن مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط عن 7 قتلى وأكثر من 35 مصابا حسب هذه المعلومات التي جاءت إلينا للتو. أفاد مصدر أمني مصري أن أحداث شغب اندلعت مساء اليوم في ختام مباراة في كرة القدم وقعت في مدينة بورسعيد شمال مصر، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى لم يتم إحصاء عددهم بعد. وقال المصدر أن أحداث الشغب اندلعت بعد انتهاء المباراة بين النادي المصري في بورسعيد. وأضاف فور إعلان الحكم النتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد للأهلي، هاجم جمهور نادي المصري جمهور النادي الأهلي داخل الملعب، مما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى. وكشف المصدر أن 2 من اللاعبين بجروح طفيفة، كما قامت الشرطة بحماية مدرب الأهلي البرتغالي مانويل جوزيه لمنع الاعتداء عليه. ومشاهدينا الكرام، نتابع مع حضراتكم تطورات هذه المشكلة التي وقعت بين جماهير النادي الأهلي وجماهير المصري، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.